أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع رائحة الفم الكريهة. ده موضوع بيشغل ناس كتير جدا. أحد أعضاء الفم ده عضو مهم جدا جدا، ناس كتير بتهمله وبتنسى تنظفه وتهتم بيه، ألا وهو اللسان. اللسان من الحاجات الأساسية اللي هي تعمل ريحة للفم مرغوبة أو إنها تعمل ريحة للأسف كريهة. النهاردة وعلى قناتنا أسنان أونلاين هنتكلم عن اللسان وإزاي هو بيشارك في رائحة الفم، بيخليها رائحة مرغوبة أو رائحة كريهة، إزاي نهتم باللسان، إزاي ننظفه، إمتى ننظفه، إيه الأدوات المثالية لتنظيف اللسان. كل ده هنعرفه معانا في الحلقة بتاعت النهاردة. حضر فنجان قهوتك ويلا بينا. أنا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا أسنان أونلاين. اللسان جوه الفم عامل بالظبط زي السجادة اللي بتلم أي حاجة جواها بكل بساطة وبكل سهولة. بسهولة جدا يتجمع جواه بواقي الأكل مع البكتيريا، وده طبعا بسبب طبيعة سطحه اللي احنا هنعرفها كمان شوية معانا إنها مش ناعمة وملساء، لا، اللسان مليء ومليان بالحفر الصغيرة اللي بسهولة جدا جدا تبقى بيت آمن للبكتيريا تقدر تعيش وتنمو وتتكاثر. وبطبيعة اللسان اللي احنا ذكرناها دي ان هو مش ناعم واملس، ان هو بيحتوي على شقوق صغيرة بتعتبر اماكن للبكتيريا انها تعيش فيها. البكتيريا دي مع بواقي الاكل مع اللعاب بتاع الفم، اول حاجة بيبدأ يتسبب فيها اللسان بالشكل ده كده رائحة فم كريهة. ان البكتيريا اللي جوه اللسان دي بتنتج بعض المركبات الكبريتية، وهي دي اساس رائحة الفم الكريهة. كمان ده بيسبب طعم غير لطيف كده ومش محبب جوه الفم. اللسان بيبقى متغطي بطبقة كبيرة من البكتيريا وبواقي الأكل، وده لأن اللسان بيحتوي على براعم التذوق، فيبدأ الإحساس بطعم الأكل يقل، ونبدأ طبعا نحس بطعم غريب جوه الفم مائل أكتر للطعم المعدني كده. كمان بسبب دوت البكتيريا اللي جوه اللسان الكتيرة جدا ديت هي مش بس بتصيب اللسان، هي بتتنقل ما بين الأسنان واللثة وتقدر تسبب التهاب لثة وتقرحات في كل حتة من الفم، وأكيد طبعا تسبب تسوس في الأسنان وتدهور للصحة الفموية عموما. وده طبعا كلام بنوجهه للحالات كتير جدا اللي بتسأل عن أنا بنظف أسناني بصورة منتظمة مرتين في اليوم وممكن 3، بس بلاقي رائحة الفم مش أحسن حاجة أو مش ألطف حاجة. بنقول له دايما غالبا هو السبب اللسان. واحنا دايما بنقول تنظيفك لاسنانك بالفرشه والمعجون وعدم تنظيف اللسان انت كده عملت نص الميشن، نص المهمه المطلوبه منك. وده ليه؟ لانك عاوزك تعرف كويس جدا ان اللسان هو اكبر مخزن للبكتيريا داخل الفم. انت متخيل حجم وكميه وشكل البكتيريا اللي موجوده في اللسان بتبقى عامله ازاي، ومدى خطورته على اللسان نفسه وعلى اللثه وعلى الاسنان؟ إن مش أي أداة ينفع تستخدم لتنظيف اللسان. اختيار الأداة المناسبة اللي تنظف بيها اللسان هيعلي دايما كفاءة التنظيف ويخليك مرتاح وانت بتستخدمها أثناء تنظيف اللسان. وده طبعا شيء مهم جدا، انت لما تكون مرتاح وانت بتستخدم أداة في تنظيف اللسان يبقى هتستخدمها بطريقة منتظمة ومش هتمل من استخدامها. أول أداة بتستخدم في تنظيف اللسان هي الفرشة العادية، فرشة الأسنان بالمعجون ينفع تنظف بيها اللسان بس بشكل بسيط، لأنه باختصار فرشة الأسنان مخصصة لتنظيف الأسنان مش لإزالة الطبقة البكتيرية اللي على اللسان. لأن بطبيعة شكل فرشة الأسنان هي مش هتشيل الطبقة البكتيرية اللي على اللسان، هي مجرد هتعمل لها عملية فرك بسيطة كده لكن هتسيبها زي ما هي مكانها، وده طبعا هيخلي البكتيريا موجودة زي ما هي جوه اللسان. ففي الآخر هتحس إنها نتيجة ظاهرية، هو اللسان اتنظف، شكله اتنظف، لكن البكتيريا موجودة زي ما هي. الأداة التانية لتنظيف اللسان معانا هي التانج سكرابر أو التانج كلينر، وده يعتبر الأداة المثالية لتنظيف اللسان. وده ليه بقى؟ لأنه مختلف عن الفرشة، هو مش فيه شعيرات زي الفرشة، هو مسطح فبيعمل إزالة كاملة لطبقة البكتيريا اللي على اللسان. وعلى عكس فرشة الأسنان هو مش بيفرغ طبقة البكتيريا دي، لا لا لا، هو بيزيلها تماما. أي بكتيريا، بواقي أكل، لعاب ضار، كل ده بيزيله تماما.
وبالتالي نقدر نقول ان التانج سكرابر او منظف اللسان بيشيل بطريقة اعمق عن الفرشة بكتير جدا، اللي مجرد بتعمل ازالة سطحية فقط للبكتيريا، وبالتالي بيحسن رائحة الفم بصورة افضل ويخلي رائحة الفم منتعشة طول اليوم. خلاصة المقارنة محسومة ما بين الفرشة وما بين التانج سكرابر. التانج سكرابر بيعمل ازالة فعلية لطبقة البكتيريا، الفرشة مجرد بتفرك طبقة البكتيريا وبتفضل في الآخر موجودة زي ما هي. الفرشة هو تنظيف ظاهري فقط، هنحس ان اللسان اتنضف لكنه مليان بكتيريا. منظف اللسان لا، شكل اللسان اتنضف فعليا. تنظيف أعمق من الفرشة، رائحة الفم بتتحسن جدا. يبان عملية سهلة وبسيطة. هو سهل وبسيط، بس لازم يتم خطوات معينة عشان التنظيف يبقى فعال وما يحصلش أي ضرر للسان أو الأنسجة بتاعة الفم. أول حاجة بنخرج اللسان كاملا بره الفم، وده ليه؟ لأنك لازم تنظف الجزء الداخلي الخلفي من اللسان، لأن هو ده أعلى تركيز بكتيريا. تبدأ تمسك السكرابر أو القاشط وتحطه على الجزء الخلفي على اللسان من جوه، ودي غلطة حالات كتير بتقع فيها، بيروح حطه على طرف اللسان أو نص اللسان. لا طبعا، بتحطه جوه خالص على اللسان وتبدأ تنظف من جوه لبره، طبعا فيري جنتلي، بالراحة جدا، عشان خاطر ما نضرش الأنسجة بتاعة اللسان. كمان بالراحة وبصورة لطيفة، لأنك أنت لما تحطه جوه على اللسان قوي كده، في ناس ممكن تحس إن قابلية للترجيع أو ما شابه ذلك، فلازم تستخدمه بالراحة جدا. بعد كده بتبدأ تسحب السكرابر من ورا لقدام على اللسان بطريقة مستقيمة عشان تنظف اللسان كله من جميع أطرافه، طبعا بضغطاية بسيطة جدا جدا مش شديدة عشان ما يلتهبش أو يتعور. بتكرر الحركة دي من 5 ل10 مرات، طبعا لأن مرة واحدة مش كفاية، احنا في كل سحبة بتشيل طبقة بكتيريا. وبتكرر الحركة ديت على أطراف اللسان وعلى جوانبه ومن ورا اللسان لقدام، بحيث تبقى نظفت اللسان كله من جميع جوانبه. طبعا حابب اوضح ان ما بين كل سحبه والتانيه بتاخد التانج سكرابر ده او منظف اللسان ده تغسله كويس، لانك انت شلت طبقه البكتيريا، مش هينفع ترجعها تاني على اللسان، تغسله كويس وترجع تستخدمه تاني. واخيرا تبدا تتمضمض بميه عاديه او غسول فم خفيف، بحيث ان لو في بعض بكتيريا او بواقي اكل اتشالت بس لسه ماسكه تقدر تتمضمض، وبالتالي تقدر تنظف اللسان بصوره افضل. وطبعا المضمضه كمان بتديك ريحه انتعاش لطيف في الفم كده بعد تنظيف اللسان. لازم نعرف ان الغرض من تنظيف اللسان او استخدام منظف اللسان عشان ننظف اللسان بيتم بطريقه مش عنيفه خالص، لان الغرض منها هو ازاله طبقه البكتيريا باكتر طريقه فعاله ولطيفه. وده تعرفه ازاي؟ تعرف ازاي انك نظفت الفم بطريقه لطيفه ومش عنيفه. بتلاقي اللسان ما جابش دم، ما تعورش، مفيش الم، مفيش خدوش في اللسان، اللسان لونه وردي طبيعي. وبكده اقول لك مبروك، انت نظفت اللسان بطريقه صحيحه، مبروك عليك رائحه الفم الجيده جدا جدا، مبروك عليك الانتعاش الدائم للفم. قاشة اللسان في منه انواع كتير، في منه النوع البلاستيكي وفي منه النوع المعدني، الاتنين كفاءتهم كويسه، تقدر تستخدم الحاجه اللي انت بترتاح فيها. حبيت اجيب لك الاشكال دي عشان تعرف ان منه اشكال كتير والوان كتير، وتشوف برضو طريقه تطبيقه على اللسان شكلها عامل ازاي. وعشان كمان لو انت ما استخدمتوش قبل كده او اول مره تستخدمه، ما تستغربش الشكل ده كده، وتبقى عارف انه بيستخدم بالطريقه دي كده. ان احنا ممكن ننظف اللسان بطريقه غلط، وبكده احنا هنكون عملنا ضرر بس وما نظفناش اللسان، وبالتالي رائحه الفم الكريهه هتفضل زي ما هي. زي ايه الحاجات الغلط ديت؟ ان انا استخدم قاشة اللسان دوت بطريقه عنيفه او شديده شويه. ان بعض الحالات بتعتقد انه لما بيضغط جامد بيها على اللسان هو كده بينظف اكتر. لا، انت مش بتنظف اكتر، انت بكده ممكن تعمل خدوش في اللسان او تجرحه او تعوره لدرجه انه ممكن ينزف بعد عمليه تنظيف زي كده. وطبعا نتيجه دوت هتلاقي الم في اللسان وطعم غير مرغوب في الفم، دايما طعم معدني. وطبعا هتلاقي بعض حساسيه في بعض اماكن في اللسان تجاه بعض الاطعمه. كمان حاجه ان بعض الحالات بتستخدم الفرشه كبديل او كطريقه لتنظيف اللسان بس، وتعتبر انها طريقه كافيه. احنا قلنا قبل كده ان الفرشه مش بتشيل الطبقه البكتيريه، هي مجرد بس بتنظف اللسان بشكل ظاهري.
لكن البكتيريا موجودة زي ما هي في اللسان. ليه؟ لأن الفرشة احنا قلنا إنها مخصصة للأسنان وليس للسان، وبالتالي البديل هو قاشة اللسان. دي الأداة المثالية لتنظيف اللسان، بيزيل تماما الطبقة البكتيرية. كمان حالات تقول لي طب انا مش هنضف اللسان بالطريقه ديت نظرا لاي ظرف، وهستخدم غسول فم يكون قوي شويه عشان خاطر يبقى بديل، او هو طريقه هو شايفها بالنسبه له مناسبه لتنظيف اللسان. لازم نحفظ الجمله دي كويس: الغسول يعقم ولا ينظف. فوبالتالي هو نفس موضوع ونفس قصه الفرشه، هو مش هيشيل الطبقه البكتيريه اللي على الوش دي، هو بس هيعقمها. كمان مستخدمي قاشة اللسان لازم تنظف اللسان من جوه خالص، لأن بعض الحالات بتستسهل، هو مجرد ما حطه على طرف اللسان أو نص اللسان هو كده بالنسبة له نظف. وده ليه؟ لأن الجزء الخلفي ده هو الأكثر تجمعا للبكتيريا وبواقي الأكل وبالتالي ريحة الفم. وطبعا بنقول ان احنا بننظف الجزء الخلفي ده من اللسان بالراحه جدا عشان خاطر بعض الناس ما تحسش انها عايزه ترجع. اللي محتاج اقوله في موضوع تنظيف اللسان وخطوات تنظيف اللسان انها عمليه سهله جدا وبسيطه، مش العمليه المعقده، ولكنها تتم بطريقه صحيحه. ضغط خفيف، اداه مناسبه، حركه بسيطه، وصول كامل للسان، ويبقى انت بكده بعدت عن اكتر الاخطاء اللي الناس بتعملها اثناء تنظيف اللسان. اصلا بيسبب رائحه فم كريهه. في شويه حاجات لو عرفناها كده هنعرف ليه اللسان اصلا بيتسبب في ده. ممكن رائحه الفم الكريهه دي تيجي من بعض التساويس في الاسنان او بعض التهابات في اللثه، لكن مينلي الاساس هو اللسان. اللسان ومع الوقت ومع عدم تنظيفه بيكون طبقه كده لونها ابيض او مصفر شويه، والطبقة دي بتبقى ميكس كده، خليط من بكتيريا وبواقي أكل وبعض الخلايا الميتة من الفم، من بطانة الفم. وطبعا مع طبيعة اللسان اللي احنا قلناها قبل كده ان هو مش سموث وناعم زي ما احنا بنشوفه كده، هو فيه شقوق صغيرة كده البكتيريا بتبقى عايشة فيها، وهنا البكتيريا بتمارس دورها وبتفرز مواد كبريتية، وهي دي سبب رائحة الفم الكريهة. ولذلك انت لو بتنظف اسنانك بفرشة ومعجون مرتين في اليوم ويمكن 3 كمان، وبتستخدم غسول فم قوي بس برضو مش بتنظف اللسان، فهتفضل برضو هتستمر رائحة الفم الكريهة موجودة. أول ما تبدأ تنظف اللسان بالطريقة دي وبالأدوات دي، في ظرف أيام قليلة جدا هتبدأ تحس بشوية حاجات كده. هتحس بفرق حقيقي في انتعاش الفم، في طعم الفم نفسه، وطبعا رائحة الفم هتتحسن بصورة ملحوظة جدا. كمان تنظيف اللسان بيحسن قوي الإحساس بطعم الأكل، لأن طول ما اللسان نظيف مستقبلات التذوق اللي موجودة على سطح اللسان هي مكشوفة ونظيفة، تقدر بسهولة جدا تحس بطعم أي أكل. وطبعا العكس، لو هي متغطية بطبقة من البكتيريا هتبقى متغطية، فبالتالي براعم التذوق تلاقي نفسك مش حاسس بطعم الأكل، أو بعض أطعمة أنت مش حاسس بطعمها، أو مش واصل للإحساس بالطعم المثالي للحاجة اللي أنت بتاكلها. وبالتالي تنظيف الأسنان شيء مهم جدا، لكن الاهتمام باللسان وتنظيفه هو العامل الرئيسي في موضوع رائحة الفم. أكيد طبعا تنظيف اللسان لازم يبقى له توقيت عشان خاطر يبقى شيء كده أكثر فاعلية. فمثلا تنظيف اللسان لازم طبعا يكون الصبح، احنا اثناء النوم اللعاب بتاع الفم بيقل جدا جدا، فبالتالي مستوى البكتيريا بيزيد على سطح اللسان، فلازم اول ما تصحى من النوم على طول تنظف اللسان. انت كده بتشيل اكبر كم من البكتيريا المتراكمه على اللسان، البكتيريا اللي اتكونت طوال الليل، فهيفرق معاك قوي في رائحه الفم الصباحيه. وطبعا تنظيف اللسان بالليل بالتالي بيقلل البكتيريا اللي هتتراكم على اللسان اثناء النوم، وبكده بيخلي رائحة الفم أفضل لفترة أطول، وبيحسن لك البيئة الفموية بصفة عامة أثناء الليل. بعض الحالات اللي ما عندهاش وقت، برضو مشكلة الوقت اللي تبقى عند كل الحالات، لو مش عارف تنظفه مرتين في اليوم تقدر تنظفه مرة واحدة، بس أهم من ده الاستمرارية عليها. لأن الغرض من ده إن احنا نخلي تنظيف اللسان عادة زي تنظيف الأسنان بالظبط، مش كل ما نفتكر ننظف اللسان ننظفه، لا، نخليه زي تنظيف الأسنان بالظبط.
الأطفال زي الكبار بالظبط، اللسان عندهم بيكون طبقة بكتيرية وبرضه بتتسبب في رائحة فم كريهة حتى لو أسنانهم نظيفة أو مش مسوسة. ولكن طبعا لو هنبدأ ننظف لسان الطفل في كام نقطة كده لازم نعرفهم كويس قوي. لسان الطفل أكثر حساسية، فمحتاج حركة ألطف من الكبار، علشان طبعا لو العملية تنظيف اللسان عند الطفل تمت بضغط ده هيسبب له ألم وممكن نفور من عملية تنظيف اللسان وما يستمرش عليها وما يحبهاش. ده حتى احنا بنقول في الأطفال عاوزين نحولها لمجرد روتين مرح. ارتباط تنظيف اللسان عند الطفل بستوب ووتش شغال جنبه أو ألوان معينة بيلونها هيبدأ يحب عملية تنظيف اللسان وفعلا هتتحول لروتين يومي مرح. الأطفال كمان ليهم قاشة لسان مخصص، هو بيبقى أصغر حجما وألطف ملمسا وأقل حدة من بتاع الكبار. طب ده لو مش متوفر نقدر نستخدم الفرشة الصغيرة بتاع الطفل، بطرف الفرشة بالراحة جدا ننظف اللسان بتاع الطفل. مش لازم الطفل ان هو حتى لو هو هينظف لنفسه او مامته هتنظف له يكون حابب الموضوع من الاول. كده كده الطفل هيقابل الموضوع بشيء من الاعتراض، لكن ومع الوقت ان كان هو اللي بينظف لنفسه او حد بينظف له هيتعود عليه وهتبقى عادة مستمرة. وطبعا الهدف ده كله مع الأطفال هو إن احنا نخلق علاقة إيجابية بين الطفل وبين نظافة الفم، طبعا بدون خوف، بدون ألم، بدون ضغط. أرجو إن تكون الحلقة النهاردة كانت مفيدة وكانت إضافة لينا في موضوع اللسان وتنظيفه، ويكون بداية علاقة إيجابية بينك وبين اللسان وتنظيف اللسان والاهتمام برائحة الفم. ومش عاوزك تنسى دايما ابتسامتك عنوانك. اكتبوا لنا في التعليقات تحت أي أسئلة بخصوص تنظيف اللسان وهنجاوبكم. وما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو أو قدرت أفيدك تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب. كنت معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا أسنان أونلاين. أشوفك في الفيديو الجاي. سلام.